السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده. جبت لكم اليوم معشوقات الميال والكراميل والشوكولا. راني جبت لكم اليوم ميلونج وتكنيك بكل على بالي راكم تحوسوا عليها للعيد هذا. تبعوا معايا اخر فيديو، تشوفوا الميلونج، تشوفوا الطريقه، تسمعوا النصائح. كما عودتكم لي فيديو تاعي مستحيل تدخلي تشوفيه وما تخرجيش بالفائده. لهذا اروحوا معايا باش نشوفوا الطريقه اللي راح نستعملوها في هذه الحاله. شفتوا معايا لاكولا كيفاش راهي كانت مدايرتها، كانت في الماغون فسخت حاله تاع قداش. بون انا اخي كيما ديما نقول لكم انا ندير ساشي باش هكا نحمي الشعره اللي من تحت هذيك اللي تقعد تحت البوني، وميم طون باش هكذا ما يهبطليش البرودوي في النقب هذوك اللي نعود مانيش حابه نخرجهم. ولا هذه الطريقه اعتمدوها البنات باش هكا تخدمي وانتي مرتاحه. اول حاجه هي حابه دير دي غوفلي وجور بالياج، هي في لو ستيل تاع البالياج وميم طون مش حاجه كبيره. انا اقترحت عليها هذا البوني اللي ديما نهضر عليه تاع غلام لوك، راهو بوني سبيسيال بالياج. حنايا اوليو نديرو بالالومنيوم ولا نديرو بسويت ماش، راح نديرو لها حاجه خفيفه. لهذا اعتمدت هذه الطريقه. شوفوا معايا كيفاش راني نبلاصي في الساشي مع البوني. بزاف اللي تقول لك انا كي نحطها تزلق لي دير، شوفي معايا كيفاش بلاصيته لها عادي وشبحوه هبطوه بيان مع راسها باش هكا يخرجوا لكم لي غفلي بيان من الغاسين. جبت الكروشي المناسب لهذا البوني، ما هو رقيق خلاص، ما هو خشين بزاف باسكو على بالكم الخشين ويكون عريض هذاك راح يزيد يوسع لك في النقبه تاع البوني، ومن بعد يولي يتقطع ويولي يدخل لك البرودوي فاسيلمون. سي بور سا راني نستعمل كل بوني وكل تكنيك والكروشي تاعها. راح نبداو من القدام، على بالكم باللي ما تبدايش من اللورا، بس كي تبداي من اللورا وتطلعي للقدام تولي هادوك اللي جبتيهم ديجا من اللورا يوليو يخرجوا من القدام، سمحت تولي تدوبلي الخدمه تاعك. على هذه لازم كي تبداي من القدام تكملي وتهبطي بشويه، ولازمكم ديريهم كامل نيفو واحد، ما ديريش حبه كبيره وحبه صغيره. عم بالي بدك بزاف منكم تقول لك هاد لا كولور كيفاش راح تخرج، حيخرج فيها لو ميل، راهي تبان في لوغو. انا نقول لك ماهيش في لوغو، راهي في الماغون، وهاد الدرجه تعاونك بزاف باش هكا تزيدي تطلعي 3 درجات ولا 4 باش هكا تحصلي على لو ميل هذاك اللي يجي في الكلاغ داوي، ماشي هذاك الميل اللي يجي مظلم. كونطخيغ حنا نحوسوا عليه يجي داوي. شوفوا معايا كيفاش راح نديروا الكيل تاع لا ديكولوراسيون. راح نديروا كيله تاع لا بودغ مع 2 كيلات اوكسيدون. شوفوا معايا كيفاش راح يكون الكيل. درنا 30 بودر، اوتوماتيكمون نديروا 60 اوكسيدون. يسمع على بالكم باللي راهو دوبلي. نديروا الدوز تاع لا بودر ونديروا 2 دوز تاع الاوكسيدون. هنا راني كيلت 30 تاع لا بودر، دركا راح ندير 60 تاع الاوكسيدون. ونخدم غير بالعقيله، ما نخدموش خلاص بلا كونتيتي، نخدمو بشويه باسكو لو برودوي يتفاعل، وكي يتفاعل البرودوي يولي ما عنده حتى معنى. يسمى نتيا واش ديري، تروحي ديري بزاف تعمري هذاك لو بول ومن بعد تلقيه ولا هكا كي شغل عنده رغوه، هذاك التفاعل مع الهواء، الاكسجين اللي قاعد يدور في الهواء تفاعل مع البرودوي يولي يدير لك هكاك يدير كي الفقاعات. وكي تشوفيه هكاك عرفيه باللي ما ولاش صالح للاستعمال. يسمى لا كان درتيه على شعرك راح يولي يقطع لك في الشعره. بزاف هذو الامور ما يديروش عليهم ويبانوا لهم تافهين، ما ديريش عليه نورمال، خليه البول يقعد ساعتين وبروح نديرو، ولا تروح تخليهم بعد تروح تجي كليونط من وراها تروح ديرو. هادو اخطاء فادحه. وانا نقول لكم البنات ما كلاه، اخدمي خدمه نظيفه وخدمي بضمير، ما تخدميش هكاك برك على جال سوارد. يسمى نتيا كي تخدمي البرودوي تاعك اخدمي غير بشويه، حطي في لو بول، كي تخصي وتحبي تزيدي زيدي عادي، كل ما تحبي تزيدي زيدي ديري نفس لا دوز. بصح باش ديريه وتخليه ساعه ساعتين هو هكاك وزيد تحطيه ولا في شعرها في الحاله هذه ولا تحطيه في شعرك يسمى لهنا راهو دمار شامل. هنايا راح نديروا لها لو برودوي كيما راكم تشوفوا. حنبدا من تحت بهكا نقيسو كامل السلبات كامل، نقيسهم وكامل يتشبعوا بالبرودوي. وكي تحطي البرودوي في السلبه تضمني باللي راهي قايسه كلش، تسمى به كي يطلع لك كامل كيف كيف، ماشي وحده تطلع لك في الاورانجي، وحده تطلع لك في الاصفر بانان، وحده تطلع لك بلاتين. يسمى نتيا لازم كي تعودي قاعده ديري لازم تضمني باللي البرودوي قايس لي الشعر كامل. بصح هنايا
ماناش رايحين نطلعوا للبلاتين، رايحين نطلعوا غير 7 7 ونص حتى ل 8 ماكسيموم، باش هكا نديروا الميال تاعنا ويخرج لنا على هذه الدرجه. ما كون ديري تطلعي في الدرجه تاع السحب تاعك مش راح يولي لك في الميال. بعد ما فاتت ربع ساعه وليت طليت عليه باش نشوف واش من درجه راهو فيها، وممطون نشوف السلبات كامل اذا قستهم، لكن راهم كيف كيف نزيد نخليه يزيد يطلع لي شويه. انايا حبيت نزيد لها البرودوي باه يزيد يشرب الشعره، تشرب تلقى واش تشرب، بس كي ما يعودش كاين برودوي انت تلقاش واش تشرب تولي تاكل في روحها الشعره، سي بور سا يتحرق لكم شعركم. انا راح نزيد لها برودوي وممطون مالاكسي الشعرات تسخن ويدخل البرودوي كامل في الشعرات كيف كيف، ماشي وحده زي كما قلت لكم. لازم ديما طلي وتعسي ودي غازي الشعر باش هكا ما يتفاعلش، بس كي نغطيوه مع السخانه تاع الراس ومع السخانه تاع الجو يولي يتفاعل البرودوي. انا لهنا لازمني ديما نطل، وكي نشوف روحي قست الشعر كامل وضمنت باللي ما كان حتى سلبه طالعه زي والاخرى ما تقاستش، من بعد نزيد نغطيه لها ونزيد نطل ورا ربع ساعه. خاطر ماكش كون نخلي نص ساعه ما نروحش نشوفه ولا ساعه ولا يقدر يطلع وما يطلعليش كامل كيف كيف. هادو المعلومات اللي راني قاعده نهضر عليهم راني مدايره جروب اونلاين نقري فيه بالتفصيل المفصل بالتطبيقي. رانا عندنا دروس نديروهم تيوري ونديروا له براتيك، سما يعني نديروا النظري ونزيدوا نديروا التطبيقي. يعني كامل المشتركات يخدموا ومستحيل يخرجوا من الدوره وبيديهم فرغانين ولا مخهم فرغان. يعني راهي دوره غنيه بالمعلومات، واللي مهتمه تتصل بيا في الانستغرام. وكي عدت ربع ساعه ثانيه هذه هي الدرجه اللي تحصلت عليها، وهذه هي الدرجه المطلوبه. حنايا نحوسوه في الدرجه 7 حتى 7 ونص. مانيش حابته يطلع لي بزاف في الكلا، لانه الميال بزاف بنات ما يعرفوش يحبسوا في الدرجه، يعرفوا يديروا البلاتين، يعرفوا يديروا الباج، يعرفوا بصح في الميال تغيب لهم بزاف مالغري هو سهل واصعب تاني في نفس الوقت. يعني هذا هو السهل الممتنع، يسمى تولي ما تعرفش الدرجه اللي راهي لازم تحبس فيها باه دير الميال وتبقى تطلع حتى تلقاها كلرسات وخلاص. من بعد كي ولا طلع الدرجه اللي نحوس عليها رحت درت الباتين تاعي اللي هو 7.32 ام بلون دوري إيغيزي. يعني لازم ديما تختاروا اللون اللي فيه رقم 7 و8 باش هكا يعطيك الميال اللي تفتشي عليه، وديما تخيري الغفلي اللي فيه 3 ولا 7 باش هكا يعطيك الميال. واللي عندهم الشيب بيان سور ما نسيتهمش، ديما تزيدوا اللون الطبيعي كما في الحاله هذه درنا 7.32 تزيدي معاه 7.0 وعلى حساب الدرجه اللي راكي فيها النسبه تاع الشيب، وديري فوليوم 20 في لاغاسين، وبصح في الاطراف ديري 10 فوليوم. حنايا لهنا راح نديرو فوليوم 10 باسكو درنا ديكولوراسيون، بصح نتيا كي يعود عندك شيب لازم كي ديري 20. حنا الكيل تاع الصبغه درنا 40، وبيان سور نديرو اوكسيدون تاني 40، سما قيمه الصبغه هي قيمه الاوكسيدون، نديروهم كيف نفس الكيل ونخلطو. بيان سور حنا هنا درنا غير كولور وحده، على هذه معها الاوكسيدون. مالفين خي لازم تخلطي الصبغه هي الاولى ومن بعد باش هكا تولي ديري الاوكسيدون. بصح لهنا مادامني درت غير كولور وحده ندير معها الاوكسيدون ونخلطهم مره واحده. هنايا راح نخلطوهم حتى يتجانس البرودوي ويولي كوم اون كريم باش هكا ما يدير لك حتى طبايب ولا حتى مشاكل. لحد الان كلش واضح مفهوم، التطبيق راهو قدامكم، يعني ما عليك غير تروحي تخدمي وتطبقي واش راكي قاعده تشوفي. بزاف بنات راهم يطبقوا ويعاودوا في الخدمه تاعي وما شاء الله راني نفتخر بهم كامل وراهم في المستوى. جيسبر بيان عجبتكم النتيجه النهائيه، ونتمنى انكم نتوما تاني ما تبخلوش عليا بلي جيم لي كومونتير، فعلوا الجرس اللي مازالوا ما فعلوش الجرس، طاقيو صحاباتكم، بارطاجيو القناه باش يستفادوا بزاف بنات ويخدموا على رواحهم ويسترزقوا. كي تكوني سبب كيما انايا راكي رايحه تدي نفس الاجر اللي راك قاعده ندي فيه انايا، ولهذا ما تبخلوش بعضاكم، خليوا البنات يخدموا على رواحهم يسترزقوا يتعلموا، وكل وحده تعود عندها مدخول، تعود عندها صنعه في يدها وتعاون العائله تاعها الكريمه وتعاون ولادها. ونتمنى انه عجبكم اللون واستفدتوا من الدرس تاع اليوم، ونتمنى انكم تعاودوه
وتبعتوه لي في البريفي كما داروا البنات. واللي مهتمه وحابه تدخل معنا اونلاين وتولي تخدم خدمه بروفيسيونيل تتصل على الرقم المدون امامكم ولا تبعت لي في الانستغرام. بالتوفيق للجميع وفي فيديو اخر ان شاء الله.